بزاف منا كيسكنوا كازا، كيدوزوا من كازا بور وكيتمشاو في باب مراكش. اللي قليل اللي كيعرف بلي هاد البلايص واقفين فوق واحد الجوتشه ديال مدينه عظيمه اللي قبل ما تبنى كازا ب 500 عام. كانت هنا واحد المدينه كتشهد امبراطوريات كامله سميتها اونفا. تخيل معايا حنا دابا في القرن 15 اونفا ما كانتش غير مرصا صغير، كانت مدينه بالاسوار طالعين فيها جنان الليمون والرمان وجوامع منقوشه بالمرمر. كانت مدينه العلم، ولكن في نفس الوقت كانت قاعده كبار القراصنه في شمال افريقيا. قراصنه اونفا كانوا هما الكابوس ديال السفن البرتغاليه اللي غادا للهند، كيهجموا وكيغنموا وكيختفيو وسط الصخور ديال هاد الساحل. في دجنبر 1468 الجو كان ضبابا، الناس اونفا فاقوا على صوت الكرون ديال اكثر من 50 سفينه برتغاليه ضخمه. كانت اكبر حمله عسكريه شافها المغرب هذيك الوقيته. البرتغال ما جاوش باش يتفاوضوا، جاو باش يمسحوا اونفا من الوجود. تخيل المنظر، العسكر الناس ديال الغوات في الزناقي، ريحه الحريق في كل شيء، انفق ومات، ولكن القوه كانت كبيره. نهار واحد المدينه اللي كانت جوهره المحيط تحولت للرماد، اللي هرب الجبل واللي بقى تشبح. البرتغاليين خافوا من اونفا لدرجه انهم ما سكنوش فيها، هدموها حجر على حجر وخلاوها خلا. اونفا بقات مدينه اشباح اكثر من 300 عام، مجرد اطلال كيسكن فيها البوم والريح. ولكن واش بصح اونفا ماتت؟ فاش كتمشي مثلا دابا لاصقاله حدا الميناء اللي معروفه بزاف في ولاد كازا والناس اللي كيجيو توريست، دوك الحجار الكبار اللي كتشوفهم في الساس دوك راه بقايا من اونفا القديمه. وفاش كتحفر وسط المدينه القديمه كيطلعوا خزفيات وفخار كيرجع لهذيك الوقيته. اونفا ما غبراتش، هي غير تبدلات، تغطات بالسيما والبيطون وتسمات الدار البيضاء. ولكن الروح ديالها روح التمرد والمقاومه اللي خلات كازا تكون هي القلب اللي كيضرب ديال المغرب اليوم. المره الجايه فاش دوز حدا سور المدينه، تخيل بلي تحت رجليك كاينين قصور، مكتبات او اسرار ناس عاشوا ماتوا بقوا فيه لهاد الارض.